اللقطة، وطبعا فيه فار، وإن كان طبعا الحكم النمساوي هارالد ليشنر الدولي منذ 2010 كان قريبا. هذه الكرة اللي تقدم من خلالها غريب، وفعلا عبد الرحمن الخيبري كان 12 دقيقة من زمن المباراة. السيد لويس كاسترو يوجه ويحدد من سينفذ الركلة ويعطي التوجيهات. في الصورة سالم قبوس، ذكرت لكم بأنه واحد من الحراس المميزين، وكان ضمن أفضل 6 حراس في الموسم الماضي على مستوى الشباك النظيفة، يأتي مرتب رابع. هذا التدخل كان واضح من الإعاقة، وإن حدثت فهي امتداد لمنطقة الصندوق حتى وإن كان خارج أرضية الملعب. ماني وضعه لويس كاسترو رأس حربة، وهو المتمرس والهداف الكبير والذي سيعطي ذات الانطباع أمام قبوس. يتقدم ماني وفي المرمى. نعم، النصر يعتلي الجبل ويرفع علامته ويقول أنا قادم إلى الأدوار المتقدمة من هذه البطولة. لن أجعل من هذه المباراة مفاجأة أو صدمة أو شيء آخر. حسم الأمر ربما في الدقائق المبكرة من علامة الجزاء وعن طريق ساديو ماني. هذا متوقع، فارق الإمكانيات وفارق دواره، ويسجل في مين؟ في النصر. على فكرة هو الوحيد الذي سجل هدفين في الدرجة الأولى في لنادي أحد. هي عنده 5 هزائم، ما فاز إلا على هجر. هو سجل هدفين، أحد أصلا كله على بعضه مسجل 4. هدف كان الإذعار، وهدف كان قد سجله طبعا ذعار العتيبي في البدلاء. الآن ما زال هي دوارة لقد فعلها بشلاك. الله، الجبل يصعب اجتيازه بسهولة. الله، أي جبل أنت يا أحد، أي جبل أنت يا أحد، تفعل ما لم يفعل. هكذا يتقدم بشلاك ويرى هدف حلو، هدف جميل، هدف رائع من فوق نواف العقيدي. الكرة ميشلاك، هذا يكفيه هذا الهدف أن يكون وسط أنظار الشتاء ومن الله. ما كان إلا سيكو أن يعتلي ويخترق الجبل، ما كان لها حل إلا ذلك. فوفانا يضرب بصاروخ يدوي في الجبل ويستقر ويهتز الجبل للمرة الثانية. الآن ما كان لها حل غير ذلك، غير سيكو كرة. يا سالم قبوس قدم الشوط أكثر من رائع، لكنها قوية. لمصلحة فوفانا. تعرفوا كان ألوان نادي أحد أصفر وأسود في 1970 وقبل في البدايات، ثم تم تغييره إلى الأصفر والبني من
أجل أن يكون مختلفا طبعا عن العميد نادي الاتحاد. هذه أيضا من الكرة بتصل من جديد لمصلحة نادي أحد، بينهم ديربي خاص طبعا مع النصراوية ومع الاتحادية في كرة السلة. محاولة الآن الهروب بالكرة في مناطق خطرة جدا. النمر الآن يحاول المرور، كرة مقطوعة، بوشل ناجحة من جديد، يكفي حضن الدون يا نواف. بوشل على طول عالية، الله، هو بس هو تاليسكا يجب أن يكون في الملعب حاضرا ومسجلا ومميزا نفسه عن الجميع. لا يسجل الأهداف السهلة بل الصعبة، وبهكذا صورة وبهكذا دخول رائع وسط جبل أحد في الدفاع ليضرب بالراس. حسمها تاليسكا، أنهى الموضوع. كل من انتظر الصدمة والمفاجأة هكذا أنهى الموضوع تاليسكا، وقبله فوفانا. كل من تحدث بين الشوطين. المرمى الأيسر، المرمى الذي يحميه نادي أحد حاليا، وقبوس كان الهدف الأول بصناعة مرحوم المرحوم. وأما الهدف الثاني جاء في الشوط الثاني، المرمى الذي يحميه الآن العقيدي كانت بالراس، كلها بالراس. الثاني كان من صناعة الكوبرا محللنا محسن الجمعان في ذلك الجيل. كان شاكر العليان، ساعد الطرير، الهريفي، موسيقار مصطفى إدريس المطلق، المرحوم حسن أسطورة. كان ذلك مع المدرب البرازيلي كلاوديو ديوارتي. كرة من جديد، لو تذكرون شاموسكا مدرب الفيصلي كان ثاني برازيلي ديوارتي. كرة من جديد، ذاك كان من الجيل الرائع، الجيل أو المدرب اللي جاء بعد سانتانا مباشرة. الآن كرة من جديد ومحاولة وفرصة للرابع. نعم، الرابع أيمن يحيى لابد أن يكون له بصمة. كلما ظهر في دقائقه وحضر في تواريخ، وما ليلة الأهل دبي منكم ببعيد إذ يحضر كذلك الآن، وينجح الغنام والتسديد وثم يتابعها. هذه تقدم الآن لنادي أحد، حالة طبعا من الاستسلام بعد الرباعية ودخولنا في الخمس دقائق الأخيرة. بوشل استمر، ترى طبعا حضور علي النمر. هذا اللاعب يعني ما شاء الله يحضر في الأندية الكبيرة منذ كان في روشن وحدة أكثر من نادي. الآن تحرك ومهارة عالية، وكرة بتصل من جديد لمصلحة نادي أحد. تراجع، تستطيعون محاولة لجعل لاعبي أحد اختراقهم. نمر بس عنده لمسات ما شاء الله على النمر، ولا زال بنفس الروح والكرة. الله 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 الله، السادس
وبخبرة دولية وحضور عالمي دائم. هدف رائع، هدف ذكي، هدف بالعقل. هكذا أرسلت له الكرة وهكذا موهق، ومرت الكرة بخروج من سالم قبوس بهكذا صورة وهكذا حضور الكرة في النهاية خماسية نصراوية. النصر إذن كأنه في الدوري إما 4 أو 5. يفعل ذلك الآن النجعي ويسجل الخامس، وهو صاحب